السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم فيديو جديد. اليوم راح نسوي باطرش حموي، وأشكر كل شخص اشترك بالقناة وساعدني، وإن شاء الله راح نقدم لكم شيء كويس. وفي شغلة، أكثر أشخاص قالوا لي ليش عاد تتكلم بالفصحى؟ فاليوم راح أتكلم طبيعي إن شاء الله، راح أقدم لكم اليوم عندنا 3 أطباق. الطبق الأول باطرش حموي، أكيد كلياتنا نعرف الباطرش الحموي باللحم. وعندنا طبق ثاني متبل بصدور الدجاج. والطبق الثالث راح نساوي مراهيف سعودية، إن شاء الله راح تنال إعجابكم بإذن الله. راح نبلش أول شي بالباطرش. بدنا نحط باذنجان على الغاز، وحط بندورتين كمان على الغاز، خليه ينشون. طبعا عندي كمية، جبت شبك، حطيت الباذنجان. الباطرش بدك تشوي معاه بندوره مشان الحمسه. هلا تشوفون شلون بالخطوات. طبعا نطالعهن من الغاز ونجيبهن على المغسله، لانه يعني مشان ما تحرق ايدك، تقشرها على المي على 100 مهلك. تكون شوف يعني بكل سهوله نقشرهن. بعد ما قشرنا الباذنجان بدنا نقطعه قطع شرايح يعني. مستوي من كوت نكت. بعد ما قطعناه نتركه لحتى يبرد عشان نجهزه. بعد ما قطعنا الباذنجان لازم نقطع البندورة. هذا بدنا نسويه حمسة فوق الباطرش مع لحم. بعد ما خلصنا تقطيع البندورة بدنا نشيلها ونجهزها. طبعا بدنا نجهز الحمسة. حطينا فستق، طبعا هذا فستق سوداني، مو فستق شغلة الملح اللي عيونه زرق، لا هذا فستق من السودان. وبدنا نجيب لحم غنم نحمسه. لحم الغنم بده بس ملح وفلفل أسود وشوية سمن الأصيل السوري. نحمسها شوي. بدنا نسوي البندور هاي اللي شويناها حمسة، هاي بدنا نضيف عليها اللحم، نتركه حتى يتسبك. بعد ما يتسبك بدنا نضيف عليه اللحم. عندنا اللحم استوى، وبدنا نضيف عليه معجون طماط. هذا يقولون احنا عندنا دبس بندورة. نتركه لحتى يتسبك ونضيف عليه اللحم. بعد ما تسبكت عندنا البندورة لازم نضيف عليها اللحم. نترك اللحم حتى يتسبك مع البندورة.
يكون عندنا الزينة تبع البطرش صارت جاهزة. خليط البطرش عندنا خاثر، على قولتنا نحن هنا بالسعودية نقول زبادي، ليمون، شوية ملح، وأهم شي بالبطرش هو الطحينة. هذا خليط البطرش. ظل اخلط طول حتى تتجانس. إذا حسيتوه ثقيل حطوا عليه شوية مي وشوفوا الطعم، إذا ناقصه ملح ناقصه ليمون ضيفوها. بعد ما جهزنا الخليط نجيب الباذنجان ونخليه بالصوص. خلي الباذنجان كلياته يتشرب صوص. خلاص نتركه تقريبا شي 5 دقائق بس، يعني لا ياخذ النكهة. بعد ما تركناه 5 دقائق نفرده بالصحن. هاي الحز وقت الزينة، لحم مع البندورة اللي شويناها. شوفوا ما شاء الله. بعدها طبعا شو بدنا نحط؟ بدنا نحط الزينة وهي الفستق. هذا الطبق الأول، الباطرش صارت جاهزة، وبالعافية علينا وعليكم يا رب. طبعا عندنا الطبق الثاني هو المتبل بصدور الدجاج. عندنا تقريبا 300 جرام صدور دجاج على مي ساخنة، نسلقهن لحتى يستوي. طبعا هنا صدور الدجاج ما بده غير ملح فقط، وإذا طلعت زفر تشيلونها حتى تستوي. وهاي بعد ما استوى صدور الدجاج شو نسوي؟ نقطعهن قطع قطع ونخليه لحتى تبرد. هاي بعد ما فتتناه بدنا نحطه هنا. هو شوي ساخن، لازم نحط عليه ليمون، خلي الليمون ياخذ نكهة للدجاج حتى يبرد. بعدين نخلط المكونات. مو تجي هو ساخن تجي تخلط المكونات، لا لازم يبرد. بعد ما برد عنا راح نجيب له زبادي يوناني خاثر على قولتكم. زبادي هذا للي عاملين دايت. نضيفه على الدجاج. ونضيف، طب في ناس تحبه بثوم، في ناس بلا ثوم، هنا حاطين 3 حبات ثوم. طبعا في ناس تسميه طراطور، بس أنا نسميه متبل يعني. بده بس فلفل أبيض، واللي ما عنده فلفل أبيض يحط شوية فلفل أسود لا يكثر، وملح، شوية فلفل
أبيض، شوية ملح، وأهم مكون أكيد الطحينة. حسب تريدها ثقيلة تريدها خفيفة، ونمزج المكونات. صار عندنا المتبل جاهز، حطه بالبيركس. طبعا على الوجه أكيد بدها زيت زيتون وفليفلة حمراء. أنا عندي هاي فليفلة مدخنة. وهذا متبل الدجاج صار جاهز. أهم شي خليه بالبراد، يكون بارد. طيب هو بارد، معروف هذا بالمطاعم. وبالعافية عليكم. طبعا الطبق الثالث راح نساوي حلو، يعني قريب من السيالي السوري، اسمه مراهيف. راح أشرح لكم المكونات. نجيب خلاط ونحط كوب مية، قده كوب طحين، طحين أسمر مش أبيض، أسمر. ملعقة حليب مجفف، ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة خميرة فورية، ونص ملعقة بيكنج باودر. طبعا بعد ما حطينا مكونات راح نخلي كوب مي جنبنا يمكن نحتاجه. هذا القوام المطلوب، شوفوا ما شاء الله. المراهيف راح نجيب لها صاج تيفال مشان ما يلصق عليه، تقريبا يعني مثل السيالي. طبعا هاي طريقة الصب، تجيبون ملعقة وتصبونها. يعني بدي يجي حد يقول لي السيالي، لا مو السيالي، هذه تشبه السيالي. وبالملعقة تفرد العجينة، تفردها لحتى شوف. خليها شوي تاخذ حرارة، بعدين نقلبها. الغاز لا يكون عالي ولا يكون واطي، وسط يعني. نمسك ذي ونقلبها على الجانب الثاني شوي، بعدين حطها بالصحن. المراهيف يعني شغلتها بسيطة، بدها بس سمن وعسل. بس أنا راح أسوي شغلة هاي ارتجالية من عندي، راح أشرح لكم إياها. سوى المرايف بده خلص يعني سمن، ملعقتين سمن، ذوبهن بالغاز. بعد ما ذاب عن السمن راح نضيف عليه عسل مشان نحطه على المراهيف.
بعد ما حطينا عسل على السمن نمزجه يصير عندنا قوام يعني كويس. بعد ما خلصنا صب المراهيف وسوينا السمن والعسل، الحز ندهنهن نحطهم بالصحن. طبعا بعد ما صبينا المراهيف وسوينا السمن والعسل، الخطوة هذه راح نحط العسل والسمن ندهنه على المراهيف. أفرجيكم الطعم الخرافي. طبعا تبغون الخطوات على كامل المراهيف. طبعا خلصنا، صارت المراهيف جاهزة. شوفوا ما شاء الله، الحز تقطيع وعلى الأكل. بس طبعا أنا قلت لكم راح أسوي شيء ارتجالي من عندي. بدي أسوي عجينتين، راح أحشيهن جوز وقشطة. فرجيكم النتيجة. طبعا التزيين اختياري، أنا راح أحط لها شوية جوز الهند زينة، شوية جوز على الوجه، وبالعافية علينا وعليكم. لازم نجرب ونشوف الطعم. جربوها ما تندمون، خرافية ما شاء الله. طبعا أنا خليت 2 مراهيف، راح أسوي لها حشوة بالجوز والقشطة والعسل. نجيب طبعا علبة قشطة، ونجيب جوز وسمن وعسل، ونمزج المكونات حتى يصير عندنا حشوة للمراهيف. هي طبعا ما حد سواها يمكن قبلي، أنا راح أسويها. بده شوي يعني تحس بده عسل، نزيد عليه عسل. نمزج المكونات، المكونات صارت جاهزة. طبعا نجيب المراهيف، شوفوا شو راح نسوي. راح نجيب الخليط ونضيفه داخل العجينة بالكامل. بدها طبعا نضيف شوية عسل، ونسكر. ونقص العجينة. طبعا نلف نسويها مثل حلاوة الجبن. يجوز الحز أهل المراهيف يقولون هذا شو يسوي، خرب لنا الشكل. طبعا نقصها قطع قطع، وهاي النتيجة الارتجالية صارت جاهزة. حط شوية فستق حلبي، ونضيف عسل. شوفوا ما شاء الله، هذا الشغل الطيب. جربوها وما تندمون. وهاي نهاية الفيديو. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.